فتحت فيكم 750 مليون وان. هنبدا تصويت ونشوف الاغلبيه عايزه تكمل ولا لا. جانج بتروح للعيبه وبتقول لهم علشان خاطر الطفله اللي معانا دي كفايه، بلاش نكمل في حاجه صدقوني كلنا خسرانين فيها. خلاص سيبوا الست دي وبنتها يمشوا من هنا. محدش بيسمع لها وسيونغ بيكون في حاله لا يحسد عليها. بيكملوا تصويت وطبعا الاغلبيه بتكون عايزه تكمل يا صديقي. مؤسسين اللعبه الكبار بيوصلوا المكان والقائد بيستقبلهم احسن استقبال. في الوقت ده ظابط هوانج بيكون خلاص قرب يوصل المكان وفعلا بيوصل الجزيره وبيطلع فوق وبيبدا يفتكر اللي حصل له في الاماكن دي. بيروح عند المكان اللي القائد اخوه ضربه فيه ونزل تحت في الميه، ولكن ما بيقدرش يفتكر فين مكان الالعاب دي بالظبط. في الوقت ده جانج بتروح تطمن على الطفله وبتسيبها وبتروح لسيونغ بتقول له لسه حاسس بالذنب؟ لو في حد المفروض يحس بالذنب فهو احنا اللي غلطنا لما ما سمعناش كلامك. انا هنا شفت عجائب الدنيا وعارفه ان نهايتها موت، علشان كده جيت لك هنا وليا عندك طلب واحد. الطفله دي امانه في رقبتك، طفله ضعيفه ما فيش حد من الكلاب دول هيرحمها، هبوس ايديك خلي بالك منها. في الوقت ده تشو بيوصل عند بيت القبطان بار. هو بمجرد ما بيقرب من الباب بيلاقي ابن الهرمه مربي كلب في بيته. بيخش جوه اكتر هو بيفضل يدور على اي دليل. ثاني يوم الحرس بيخشوا بصناديق. الكل بيصحى من النوم مخضوض بما فيهم سيونغ صديقي. مش عارفين مين اللي مات. بتكون هي جانج ام سي عملتها بدل ما حد يعملها فيها. جون هي بتفضل تعيط وبتعرف ان هي وبنتها خلاص ميتين. في الوقت ده تشو بيكون في بيت بار وبيلاقي صوره هو كل زمايله. بيشك فيهم كلهم لحد ما بيوصل لصورته هو ابن الهرمه اللي بيشد الناس للالعاب دي. وهوب بيلاقي الكلب فك نفسه وجاي عليه بيهجم عليه فبيخرج الطبنجه وبيعملها فيه. في الوقت ده الحرس بيخشوا على اللعيبه بيقول لهم اللعبه الخامسه هتبدا استعدوا. بيخرجوا كلهم في الصاله وسيونغ بيبص على جون هي وهي شايله بنتها ورجليها مكسوره مش عارفه هتعمل بيها ايه. في الوقت ده تشو بيخرج بره على الجنينه بيفضل يدور اكتر لحد ما بيلاقي الزير ده مليان فلوس ملاش اول من اخر. بيدور اكتر بيلاقي لبس بار بينصدم هو بيتاكد مليار في الميه ان القبطان بارك تبعهم. في الوقت ده اللعيبه بيخرجوا على اللعبه الجديده وسيونغ بيقول لجون هي هات البنت دي ما تخافيش عليها، انا هعمل المستحيل علشان اكسب بيها، خلي بالك من نفسك، هاتي وعد مني ما فيش اي حاجه هتاذيها. بتديها له يونغ بيبص عليهم من بعيد وبيسيبهم ويمشي. مولين اللعبه بيقعدوا قدام الشاشه ومستنيين يشوفوا ايه اللي هيحصل. اللعيبه بيخشوا على اللعبه اللي بتكون هي ايه نط الحبل يا صديقي. الحارس بيقول لهم مهمتكم تنطوا الحبل وانتوا بتعدوا على الجسر الناحيه الثانيه واللي هيعدي الناحيه الثانيه هو اللي هيكسب. سيونغ بيروح لجون هي هو بيقول لها وريني رجلك بيلاقيها منفوخه والكسر مخليها مش قادره تتحرك. الحارس بيقول لهم قدامكم 20 دقيقه واللي هيفضل مكانه هيخسر. اللعبه بتبدا وكلهم بيتدربوا ومحدش راضي يتحرك. بيسوق بيبص في الصليب بيلاقي اخر واحده شوكولاته فيه بيقفل الصليب وسيونغ بيقول لها ما تقلقيش انا هعدي بيكي. بتقول له طيب والبان؟ بيقول لها اللعبه هتخلص بعد 20 دقيقه خليها هنا ما تخافيش عليها. الحارس بيقول له ممنوع لازم تعدي الناحيه الثانيه. بيقول له انت جنان دي طفله. بيقول له هنا ما فيش اطفال كل اللي في المكان لعيبه وبس. بيقول له دي هتعدي ازاي انتوا مجانين؟ بيرفعوا عليه الاسلحه بيهدى وبيقول لجون هي بصي انا هعدي بالبنت وهرجع اخدك من هنا. بنسو بيروح لنام اللي ما بيكونش على بعضه خالص من غير الصليب. بيقول له انت كويس؟ بيقول له اسمع على كلمه زياده هرميك لتحت غور من وشي. بيقول له ده اللي معكر مزاجك صح؟ بيمد ايديه ولكن بيبعد عنه الصليب. بيقول له ابعد والا هرميه لتحت. بيقول له بص ايديك خلاص اهدى انا اسف على كل حاجه عملتها معاك، عارف اني قتلت حبيبتك قدام عينيه وعد مني هعوضها. بيقول له عايز الصليب روح خده. بيرميه في نص الجسر بيبص على الحبل بيلاقيه طالع نازل ما بيرحمش من غير تفكير بيخش هو بيفضل يتنطط لحد ما فعلا بيوصل للصليب. بيفتحه بسرعه ولكن بيلاقيه فاضي. الصدمه بتقل رجليه الحبل بيكعبله بينزله متدشمل من على الارض. منسو بيكون معاه اخر شيكابونايه وسيونغ بيقول اللي معاه انا هروح بالبان وعد مني مش هخلي اي حاجه تاذيها. وفعلا بيقرب من الجسر